في مداخلة أمام البرلمان المغربي صرح فوزي الإقجع بأن المغرب حصل على حق استضافة بطولة كأس إفريقيا 2025 بعد منافسة قوية، وأشار إلى أن هناك من حاول تشويه جاهزية المغرب للتنظيم عبر حملات مرتبطة بملف الكلاب الضالة أو الملاعب، ومنها ما وصفه بأنه صور مفبركة، رغم أن لم يذكر اسم الجزائر صراحة في كل التصريحات، إلا أن تصريحاته أدلت بأنها موجهة ضمنيا للجزائر التي كانت منافسا للمغرب على التنظيم، وشدد على أن هذا التنظيم ليس مجرد حدث رياضي بل استثمار استراتيجي يشمل الاقتصاد، الصناعة والسياحة. وقال إن بطولة إفريقيا ستمنح المغرب موسمين سياحيين متتاليين، مضيفا أن تذاكر مباريات المنتخب الوطني نفدت في ساعة واحدة، مما يعكس حماسة الشعب المغربي ورفضه لخطاب المقاطعة. من جهة أخرى أكد أن اللاعبين الذين سيمثلون المغرب أبنائنا ويجب دعمهم جميعا، كما أن مقاطعتهم غير مقبولة. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.